سندريلا اتجوزت الأمير. والله زي ما بقولكم كده. واللي مش عارف قصة سندريلا يدخل على جوجل ويتعرف على القصة. المهم مش عايزة أطول عليكم وأحكي لكم قصة سندريلا لأنكم أكيد عارفينها، لكن اللي ما تعرفوش إن سندريلا بعد ما اتجوزت الأمير اللي كانت معجبة بيه وبتحبه وهو ميت في دبادبها، أصبحت حياتهم مطينة بطين بعد الجواز. يا ساتر، ليه كده؟ أكيد اتحسدوا. تعالوا أحكي لكم التفاصيل من خلال كتاب سندريلا سيكريت للكاتبة هبة السواح. كان يا مكان. إيه ده؟ هو أنا لسه هقول لكم كان يا مكان؟ أنا هجيب لكم من الآخر. الساحرة أشجان اللي عملت الفستان لسندريلا عشان تحضر حفلة الأمير قررت تسيب السحر وتتفرغ لدراسة أنماط البشر وأحوالهم ونفسيتهم وكيفية مساعدتهم. 3 سنين بالظبط ما قرتش رسالة واحدة من رسائل الناس اللي كانوا بيبعتوها لها ويحكوا فيها مشاكلهم عشان تساعدهم، وما استخدمتش العصاية والكلمة السحرية بيبي دي بوبي دي بو. أشجان غاصت في أعماق النفس البشرية عشان تعرف عنها كل حاجة وتساعد الناس من غير لا سحر ولا شعوذة. وبعد الانقطاع الطويل قررت أشجان فتح الرسائل القديمة وتشوف فيها إيه. 3 رسائل من سندريلا هقول لكم مضمونهم باختصار. عزيزتي الساحرة، عايزة أشكرك على الفستان الجميل اللي حضرت بيه الحفلة واتجوزت الأمير. المهم كل حاجة كانت حلوة في أول الجواز، لكن بعد شهر العسل الدنيا اتغيرت، مش بيهتم بيا زي الأول خالص، وأنا زهقانة وتعيسة ووحيدة وبكره نفسي، وتخنت جدا وبقى عندي تضاريس ما شافهاش كولومبوس في خريطة قبل كده. عموما أنا هطلب منك شوية طلبات بسيطة، بكلمة منك وبضربة بعصايتك السحرية هتخليني سعيدة وتنقذيني من الانتحار. 1. موتي مرات أبويا وبناتها. 2. خليني أخلف عيال هاديين ومتربيين لوحدهم. 3. خليني أخس من غير دايت. 4. خليني أرجع حلوة ورقيقة وبسكوتة زي زمان. 5. خلي الأمير يسيب كل اللي في إيده ويقعد معايا. 6. خلي رقم 5 يحصل بس من غير ما يقرفني ولا الفلوس تقل. 7. خلي الناس الرخمة كلها تموت. 8. خليني أبقى سعيدة. 9. خليني أبقى سعيدة. 10. خليني أبقى سعيدة. يا ربي، إيه كل النكد ده؟ ده أنا مش مستحملة 3 رسائل منك. أمال جوزك عامل إيه بقى؟ أنا هشوف الحكاية دي وادي رد عليها. عزيزاتي سندريلا، خلينا نتقابل ونشوف إيه حكايتك. هتلاقي الكارت بتاعي مع الجواب وعليه المواعيد بتاعتي، وادي امضتي أشجان. أهلا وسهلا. إيه يا سندريلا ده؟ شكلك اتغير قوي، وإيه الحزن اللي في جواباتك ده؟ انت مين الأول؟ ومال شكلك اتغير كده ليه؟ ومين أشجان دي أصلاً؟ أنا اسمي الحقيقي أشجان، وبطلي رغي وخش في الموضوع على طول. باختصار كده، أنا حزينة وتعيسة ووحيدة وحاسة إني ماليش لازمة في الحياة، لا مبسوطة مع جوزي ولا مع أي حد، ولا لاقية نفسي، مش عارفة أعمل إيه، وحاسة إن في حاجة ناقصة، في حاجة في حياتي عايزة تتظبط عشان ألاقي سعادتي الحقيقية وأحس إني عايشة بجد. طب احكي لي إيه اللي حصل واحدة واحدة. مفيش، زي ما انتي عارفة أنا كنت طفلة سعيدة ومنطلقة لحد ما أمي ماتت وبابا اتجوز وعشت مع مرات أبويا وبناتها حياة صعبة كلها مشاكل. المهم يوم الحفلة كل البنات كانت معزومة، وطبعا هما مرضيوش إني أروح عشان أنا أحلى منهم هما ال3، وإنتي إله يكرم أصلك ظهرتي ولبستيني الفستان والجزمة إياها وزبطتيني على الآخر ورحت الحفلة ورقصتي مع الأمير والساعة بقت 12، فانت جريتي والجزمة وقعت وهو لقاها ولبسها لك واتجوزته. ها، كل ده عارفينه، ايه بقى مشكلتي؟ الصبر يا حاجة. أولا بقى الجزمة ما وقعتش مني، اللي حصل إن الأمير أما طلب يتجوزني أنا اتلخبطت وقعدت أفكر أوافق ولا لأ، وبعدين قلت هتفضلي عايشة مع مرات أبوكي لحد إمتى؟ ما يمكن دي فرصة تعيشي وتقبي على وش الدنيا، فقلت أسيب له فردة اللامؤاخذة الشوز بتاعتي وأمشي لحد ما أفكر. يا بنت اللذينة، يعني انت سبت الجزمة بمزاجك؟ وبعدين كملي يا سوسة. انتي عارفة برضو الجزمة كانت إزاز وشياكة وشكلها غالي، وأنا محتاجة الفردة التانية عشان أعرف ألبسها. فكرت فعلا أرجع أخدها حتى لو هيشوفني بلبسي المقطع، بلا جواز بلا بتاع، الجزمة أهم.
بس في الآخر قلت لنفسي كل بنت طلعت ولا نزلت مسيرها لبيت جوزها، وهو كويس وأكيد هيبقى أحسن من العيشة في بيت مرات أبويا. فرجعت البيت والأمير قاعد يدور على البريئة الرقيقة صاحبة الجزمة عشان يتجوزها. بريئة ورقيقة إيه؟ الأمير زيه زي أي راجل بيحب البنت اللي تجريه وراها. المهم مسك الراجل في الجزمة، وإلا لازم يلاقي صاحبتها. لف البلد كلها ولقاني ولبسني الجزمة واتجوزنا، وبدل ما القطر يفوتني داس عليا. انت ليه محملة الجوازة كل أسباب تعاستك وحاسة انك مالكيش لازمة؟ مال جوزك بالقصة دي؟ يعني إيه ماله؟ أمال أنا متجوزة ليه؟ مش عشان يبسطني؟ أكبر غلط. محدش بيبسط حد، حتى لو جوزك عمل قرد مش هتنبسطي. إزاي يعني؟ خليني الأول أسألك سؤال، انت عايزة تنبسطي ليه؟ عشان أعرف أعيش. وعاوزة تعيشي ليه؟ عشان لازم أعيش، آكل وأشرب وأخرج وأتكلم مع الناس وأتفسح وكده. طب ما انت بتعملي الحاجات دي اوريدي، عاوزة ايه تاني؟ عايزة أحس إن ليا قيمة، إن ليا لازمة في الدنيا دي. ما هو أكيد ربنا ما خلقنيش عشان أعيش وأموت كده وخلاص. انت مؤمنة بربنا؟ ونعم بالله. انت هتستهبلي؟ أمال كنت رايحة بتدوري على السحر ليه؟ خلاص بقى يا أشجان، عديها، تبنا خلاص. مؤمنة انك شخص مميز؟ لا طبعا، معرفش، مش حاسة. يمكن. ما تعرفيش ولا يمكن؟ يمكن. أكيد يعني في حاجة مميزة، بس أنا معرفهاش، بس نفسي أعرفها. عاوزة تعرفيها ليه؟ عشان يمكن لما أعرفها أستخدمها وأحس ساعتها إن ليا قيمة ولازمة في الحياة. وساعتها؟ مش عارفة، واحدة واحدة عليا. هو ده بيت أشجان ولا برنامج صبايا الخير؟ طب بصي، هكتبلك شوية أسئلة تجاوب عليها. المهم عايزاكي ما تجاوبيش إجابات نموذجية، خليكي صادقة وجاوبي اللي انت حاساه فعلا من غير أي مثالية، ماشي؟ طب وجوزي مش هتطلق؟ خدي الأسئلة وغوري من وشي يا سندريلا، خليني أقول الأسئلة للناس عشان يستفادوا. وهنا واجهت أشجان أسئلتها ليكم، بس مش هنطول عليكم عشان الأسئلة كتير. نصيحة تشتروا الكتاب وتقروا الأسئلة وتتعمقوا فيها. بس أنا هقول لكم السؤال اللي لفت نظر سندريلا، وهو: هل الحياة اللي حواليكم بتساعدكم تخرجوا أحسن ما فيكم؟ ولو إجابتكم لأ، عملتوا أي حاجة قبل كده عشان تخلوا حياتكم أفضل؟ تعالوا نشوف سندريلا كتبت إيه، وده اللي هنعرفه الحلقة الجاية. انتظرونا ودمتم بخير.